ولسه مستمرين معاكم في سلسلة أين اختفوا بعد الشهرة والنجاح. ونجمة حلقتنا النهاردة أو فاطمة بنت سيد كشري، بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، الفنانة مي محمد سعيد. ولدت الفنانة مي محمد سعيد في 13 إبريل سنة 1978. بدأت حياتها الفنية من طفولتها، ومن أشهر أعمالها في التلفزيون مسلسل الظلال سنة 1986، ومسلسل قصص القرآن في الطير والحيوان. ومن أشهر أعمالها في المسرح مسرحية عسل وسكر سنة 1987. ومن أشهر أعمالها في السينما فيلم مربط الفرس سنة 1994. ولكن من أشهر أدوارها دور في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي سنة 1996، الدور الذي أدته ببراعة، وكانت أجمل مشاهدها مع الفنانة سهير الباروني والفنان مخلص البحيري. وكنت عملت حلقة مفصلة عن المسلسل الأيقوني لن أعيش في جلباب أبي، هسيب لكم لينك الحلقة في صندوق الوصف. وكان آخر أعمالها مسلسل وتمضي الأيام سنة 1998. وابتعدت الفنانة مي محمد سعيد بعده عن التمثيل، وتزوجت وتفرغت لتربية أبنائها، ولديها من الأبناء ولدين. وكان آخر ظهور لها في برنامج تلفزيوني مع الفنانة نشوى مصطفى سنة 2023. أتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة على اليوتيوب، ولايك ومتابعة وشير على صفحتي على الفيسبوك.